انا بوريك التاريخ، نرجع نشوف التاريخ. يا تاريخ فين التاريخ؟ شوف تتفرج على نتائج الاهلي مع الاتحاد السعودي. اي اخ ماما اتوب. اخ اي ماما اتوب ده طبعا يا جماعه كان قبل الماتش. بعد الماتش بقى تعالوا نشوف الاخ اي ماما اتوب دول بقوا ايه. مشكله القميص الاحمر ده اليوم النسر كده حلق في سماء جده وفين يوجعك ما تسمع الا وزيو واحد زيو اثنين زيو ثلاثة، بس كويس انها ثلاثة يعني في تقدم ايه يا كابتن وليد؟ ده بيتهيألك يا باشا ولا اي تقدم. المرة اللي فاتت كانت مع الهلال بالاربعة صحيح، المرة دي بقى 3، بس المرة دي بقى احنا بنقابل اتحاد كانتي وبنزيما وفابينيو نجوم العالم يابا. تقول لي في تقدم؟ انا عايز اعرفك حاجة واحدة بس، انتوا شلتوا 3 بس لان الاهلي عنده مشكلة كبيرة وهي الفرص المحققة اللي بتضيع. تخيل بقى لو المشكلة دي ما كانتش موجودة، عايزك تتخيل كده الماتش ده كان ممكن يخلص كام مع الفرص الاكيدة اللي ضاعت دي. كنت هتقول ايه اكتر من اللي هتقوله دلوقتي ده؟ الاهلي ده حكايه. طب ممكن نلعب مع بعض من غير الاهلي؟ يعني في فكره من غير الاهلي ممكن يعني يكون في حل ان احنا نلعب مع فرق اخرى لازم الاهلي؟ يا عيني ده اتصدم. بس انا عايز اسالك سؤال يا كابتن وليد. طبعا احنا هنحاول ندرس الموضوع ده انك تلعب فرقه تانية غير الاهلي لان الموضوع بقى صعب جدا فعلا عليكم، بس في سؤال بيفرض نفسه ومحتاجين انك انت بالتحديد اللي ترد عليه. مصطفى يقول شفت مين اللي كعبه عالي يا ليفا؟ والله شفت. طيب بعدها يا وليد قول الحق اتكيفت ولا لا؟ على الاخر مزاج عالي شكرا الله لا يعيدها. السلام عليكم، اهلا بيكم في حفله جديده على قناتكم وصفحتكم برنامج الصليط الرياضي. وقبل ما نبدا نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس. وما تنساش اذا عجبتك الحلقه او ما عجبتكش ما تنساش تدعي لاخواتنا في فلسطين ربنا يقويهم وينصرهم يا رب ان شاء الله. تدعي لعمرو فاروق ربنا يرجعه لنا بالسلامه يا رب. ويلا بينا نبدا الحفله. ذاكرة البطولات الدولية، والأهلي يثبت أنه بطل أفريقيا ليس فقط باعتراف المسابقات ولكن على الأرض. هو وحش أفريقيا، هو يمثل أفريقيا، هو يشرف أفريقيا، هو يشرف الكرة المصرية. ويظهر العون في جدة اليوم أمام الاتحاد. ايوه يا عمور، واتحاد جدة السعودي ده بقى قوي ولا ضعيف؟ فريق قوي جدا. لا شيء. عمور يا جماعه كان ليه تصريح من يومين بيقول لك فيه كده ان الاهلي فرقه ضعيفه ومش بتكسب غير الفرق الضعيفه. الأهلي بيكسب ويتفوق لأنه بقية الفرق أضعف منه، مش عشان الأهلي قوي. دي الحقيقة المرة. برافو عليك. احلى حاجه بقى ان الاهلي بيرد في الملعب مش بالكلام والهلفطه. طبعا عمور بعد فوز الاهلي مش هيقدر يقول ان الاتحاد فريق ضعيف، لا هو يقل من الزمالك فريقه عادي عشان يشكك في الاهلي، لكن الاتحاد السعودي يقدر يقل منه؟ لا طبعا، عارفين اللي هيحصل له. كفايه بقى على عمور كده عشان وقتنا وعندنا ناس كتير، وخلينا نروح للي بعده وناخد حبيب قلبي ميزو. ومحدش بقى يسالني يا جماعه تاني ويقول لي مين ميزو، لان انا المفروض نبقى عارفين بقى. ده اللي بيحط صباعه في فين؟ في ودنه، يعني متلاقي ودنه يعني. ميزو بعد فوز اتحاد جده على اوكلاند سيتي بالثلاثه كتب على صفحته سامع ركبك بتخبط. ميزو قبل ما نسف عليك كنت عايز اقول لك حاجه. مش انا عيد ميلادي النهارده. مش هتقول لي بقى كل سنه وانت طيب، انا عارف انت بتحبني قد ايه وبيوصلني والله، وصدقني يا ميزو القلوب عند بعضيها. تخيلوا بقى يا جماعه لما يكون ليله عيد ميلادك فوز الاهلي بالثلاثه على اتحاد جده وفي كاس العالم للانديه. بجد مفيش احلى من كده هديه. طبعا بشكر كل الناس اللي هنتني بعيد ميلادي، ربنا ما يحرمنا منكم ابدا يا رب. نرجع لميزو بقى، كنت بتقول ايه بعد فوز اتحاد جده على اوكلاند سيتي بالثلاثه يا ميزو؟ بتوجه كلامك للاهلي وبتقول سامع ركبك بتخبط. اديك في البنش تشرخ، اديك في القمش تصرخ. يا اخي ميزو ده ما بيحرمش، مفيش مره ينزل بوست زي ده الا وربنا يكرم الاهلي وهو يطلع مسرح. يا ابني انت ما بتحرمش. بموت في الشتيمة، بموت في الشتيمة، وبخني. لا واضحكوا بقى على الفيديو اللي كان مشيره على صفحته ده لكلام مهدي بن عبيد المدرب التونسي عن توقعاته الماتش الاهلي واتحاد جده. في اعتقادي النتيجه بتكون تقيله على الاهلي من 3 لفوق، ووارد جدا جمهور الاتحاد يغني بكره يا ابو 3 يا ابو 3.
يا جماعه بجد يعني ربنا ما يحرمنا منكم ومنك انت تحديدا يا ميزو ومن الماده الكوميديه الدسمه اللي بتقدمها لنا في الكوره. ده لو اعتبرنا يعني اللي بتقولوه ده ليه علاقه بالكوره. ميزو يا جماعه صاحب انفانتينو الجينيوس، صاحب الاراء ووجهات النظر العبقريه، اللي من ضمن ارائه مثلا كان بيقول لك ان اي حد فاهم كوره عارف كويس ان كولر مدرب فاضي. الا صحيح يا ميزو، هو انت مش باين ليه من بعد الماتش؟ طمنا عليك يا اخي، مش كنت تطلع كده وتقول لنا رايك في سواريش 2 ايه؟ طب كهربا حبيبك اللي شارك امبارح في صناعه ال3 اجوال بتوع الاهلي، فاكر يا ميزو كنت بتقول عليه لن يستطيع اللاعب ممارسه الكره ما لم يدفع المبلغ عليه، تلك محاولات بائسه لتضييع الوقت. كفايه بقى على ميزو كده يا جماعه ونروح لحد تاني. نروح بقى لمين؟ نروح لمين؟ عفت نصار. عفت كان ليه تصريح كده برضه قبل ماتش الاهلي واتحاد جده، تعالوا نسمعه. بس برضه نقول ماتش الهلال ده لازم نقول ان الظروف ان يطرد 2. لا كابتن الكره فيها ظروف بقى. اسمعني بس، يطرد 2 لازم يقللوا من فوز الاهلي باي شكل، مره يقول لك تحكيم، مره حظ، مره بسبب الطرد، مره اصل الفريق ضعيف، اي سبب. يعني عفت بيقول لك ان الاهلي كسب الهلال السعودي في كاس العالم للانديه 4 عشان الهلال كان مطرود منه 2، وده طبعا مش حقيقي لان الاهلي كان متقدم 1-0 ومروق عليهم زي ما كلنا شفنا من قبل الطرد، وسجل الثاني بعد الطرد الاولاني يعني قبل الطرد الثاني. ثم يعني هو ايه سبب الطردين اللي حصلوا؟ توتر لعيبه الهلال من الاكتساح اللي كانوا شايفينه من الاهلي. وبعدين يا عم ماشي، طب هتقول ايه بقى على ماتش الاتحاد اللي اكتسحناه بكامل نجومه؟ ايه رايك بقى؟ هتطلع الحجه في مين المره دي؟ ناس جبلات معدومين الاحساس. نروح بقى للهجاص اللي اكيد خلاص بقى ملوش حجه. اظن كولر اهو احرجك يا كابتن رضا، اظن بقى المفروض تعترف انك غلطان في حقه. يلا يا عم قول لي رايك ايه في كولر. رايك في كولر النهارده ايه؟ رايك في كولر النهارده؟ لا انا رايي النهارده في لعيبه النادي الاهلي. برضه مش عاجبك؟ طب ليه؟ بص كولر ما بيلعبش، انما اللعيبه النهارده اديتك احساس الكبير كبير. يعني ايه كولر ما بيلعبش واللعيبه هي اللي لعبت في الملعب وكان عندها احساس ان الكبير كبير؟ طبعا الاهلي الكبير كبير واللعيبه كبيره وكل حاجه، بس انا مش فاهمك يعني ايه كولر ما بيلعبش؟ يعني هو جوارديولا بينزل يلعب مع فرقته مثلا، انشيلوتي بيلعب، مورينيو بيلعب، هو في حاجه اسمها كده؟ انت بتقول ايه؟ اعقلوا كلمه قبل ما تقولها يا جماعه ما ينفعش كده، احترموا عقول الناس عشان الناس تحترمكم. وبعدين عادي يا اخي لو قلت رايي بعد فتره يطلع رايك ده غلط او مش في محله وتعتذر، سهله يعني، تحصل معانا كلنا على فكره. لكن ما ينفعش تكابر وتحاول بشتى الطرق تنتصر لوجهه نظرك وتطلع تقول كلام خايب ويبان عليك التوتر بالشكل ده، هيبقى شكلك وحش اكتر. وبعدين ما تحسسوناش قوي كده ان الراي مبني على حاجه شخصيه او انتماء، خليكوا فير كده. يعني شوف مثلا، مش احنا بنقول عليك هجاص او انت اللي بتقول على نفسك كده يعني، لكن لما تقول حاجه كويسه هنشيب بيها عادي زي التصريح ده مثلا. بس انا فرحان ومبسوط لان النهارده الطعميه كسبت الكبسه، الطعميه بقت اغلى من الكبسه النهارده بالتريقه اللي كانوا بيتريقوا علينا. لا شوف بقى الطعميه سعرها وصل كام دلوقتي والكبسه بقت فين دلوقتي. انا بصراحه عجبني رضا عبد العال لما قال الطعميه كسبت الكبسه، وقال كده انا فرحان علشان كانوا بيتريقوا علينا جمهور الاتحاد يعني، وقال انا فرحان عشان جمهور الاتحاد كان بيتريق علينا. فالحلو في كلامه هنا انه لما اتكلم بصيغه الجمع، احنا اهلاويه زملكاويه اي حد، احنا كلنا كمصريين يعني. ليه بقى؟ لان للاسف كان في البعض بيشير هتافات جمهور الاتحاد 1 2 الطعميه راحت فين، فرحان قوي وكانوا فاكرين ان دي تريقه على الاهلي، وده طبعا قمه الغباء. يا جماعه التريقه هنا كانت علينا احنا كمصريين مش على الاهلي، افهموا شويه عيب. وطبعا احنا هنا بنتكلم على الكوره، يعني هو كلامه هنا والتريقه علينا ككوره، بنتكلم على مصريين والسعوديين، احنا طبعا كلنا في الاول وفي الاخر اخوات. لكن صيغه التحفيل هنا سواء طعميه او كبسه كله للتحفيل، بس هو هنا لما كان بيتكلم على الطعميه كان بيتكلم علينا احنا كلنا كمصريين في الكوره ان احنا اقل منهم. فانا عجبني كابتن رضا عبد العال لما اتكلم في الجزئيه دي. شفت بقى يا كابتن رضا احنا بندي كل واحد حقه ازاي؟ قلت حاجه كويسه ادينا لك حقك ده اللي احنا بنطلبه منكم بقى. بلاش عنده مكابره في الراي، افضل حاجه انك تكون فير وما تحاربش لوجهه نظرك او من باب انتمائك او لحاجه شخصيه. مش كده ولا ايه؟ خلونا بقى يا جماعه ناخد كام تصريح كده على السريع ونعلق عليه، وخلونا نبدا بامام عاشور. فببارك بقى طبعا امام اول كاس عالم ومشاركه بجول، شعورك كده؟ لا انا اسعد واحد في الدنيا والله الحمد لله. لا يا امام انا مش مصدقك بقى، انت اسعد واحد في الدنيا دلوقتي عشان ايه؟ بتلعب مع الاهلي في كاس العالم للانديه وسجلت. يعني اصدقك واكذب الملط مثلا، الملط اللي بياكد انك عايز تمشي من الاهلي وندمان انك رحت اساسا، ولا كذب مثلا ميزو الدجال ولا محمد عبد الله؟ بجد يا جماعه الناس اللي انا قلت اسمائها دي كان نفسي اتفرج عليهم لما كهربا عمل الاسيست وامام عاشور سجل. ياه
طالما جبنا سيره كهربا بقى ما ينفعش ما نجيبش التصريح بتاعه العظيم اللي كان قبل الماتش. يمكن بالنسبه لنا حاجه كبيره ان احنا نقابل لعبه زي دي، بس انت عارف طبعا احنا النادي الاهلي ما بنخافش من حد، بالعكس احنا بنخوف اي فريق وبنخوف اي حد طبعا، وبنخوف اي فريق في الدنيا، احنا النادي الاهلي. الله يفتح عليك يا كهربا يا سالك. شوف يا اخي الثقه كده والفخر وهو بيتكلم وبيلعب باسم الاهلي. الاهلي يخوف وما يتخافش منه، وشوف قد ايه ربنا كرمه عشان هو سالك من جوه وشارك في الثلاث اهداف اللي الاهلي سجلهم. على فكره يا جماعه بالمناسبه بقى لينا عتاب على بعض حبايبنا الاهلاويه اللي كان للاسف ليهم تعليقات سلبيه قبل الماتش. يعني كان في شويه كده بيقولوا ايه، هم مش كتير بس كان في بيقولوا ان احنا هنتفرم وهيتعمل مننا مش عارف ايه من الاتحاد السعودي. يا جماعه ما ينفعش اهلاوي يقول كده مهما كان هنلاعب مين وايا كان حالتنا. جمهور الاهلي هو مصدر قوه الاهلي، وما ينفعش ابدا يكون في وقت من الاوقات هو اللي نقطه ضعف. قلنا لكم لو تفتكروا ان شاء الله سيد الاسياد هيكون في الميعاد، وللاسف في البعض كده اتريق علينا، لكن الحمد لله رب العالمين ربنا كرمنا. خلونا دايما كلنا نكون بروح الفانيلا الحمراء وبروح المشجع الاهلاوي الصح اللي بيكون واثق في فرقته مهما كانت الظروف. اليوم في عقر دارهم الفوز للاهلي ان شاء الله 3-1. انا ابن مصر، انا ضد الكسر، انا رافع راسي تملي لفوق طول العمر عالحلوة والمرة معاك. مساء الخير. يا مساء الكبسه. انا عارف يا عم وليد ان الموضوع صعب عليكم، انا عارف، بس هنعمل ايه؟ انا قلت لك بلاش. انا قلت لك بلاش بلاش، ومش انا لوحدي اللي قلت لك، انت والجمهور الاتحاد بلاش. يا راجل ده الزملكاويه نفسهم قالوا لكم بلاش. ماتش الاهلي واتحاد جده بكره كميه فيديوهات زي ما كل اتحاد كسب خلاص. بصوا يا رجاله، حفلتوا بدر جو. انا راجل زملكاوي قسما بالله ما بكذب عليك، واسمع من واحد زملكاوي شاف من الاهلي كتير. انا راجل عندي 37 سنه، شفت العجب مع الفريق النادي الاهلي. في مثل عندنا يا كابتن وليد بيقول لك ايه؟ اسال مجرب. سهل اهي، اسال مجرب. والزملكاويه اكتر ناس مجربين الصراحه، 3 و4 و5 و6. هم صحيح كانوا كسبونا 6 زمان، بس ده كان زمان يا وليد باشا، زمان قوي زمان قوي، ايام ما كانت الكوره جبس. مش الكوره كانت زمان جبس برضه يا استاذ وليد؟ كانت الكرة جبس، ما كانت كرة مطاط. اللي اقول لك يا كابتن وليد، هو اتحاد جده امبارح رجع يلعب تاني بالكوره جبس. بص يا كابتن وليد، انا هسيبك 5 كده بس راجع لك تاني، عشان في 3 كده اتحادويه راهنوا على خساره الاهلي بحاجات ولازم نفكرهم بيها. ونبدا باول واحد. لا 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 قدام الرجال كله محمد رسول الله. والله لو فاز الاهلي المصري الاتحاد يعطيك 10,000 ريال سعودي. طب والله يا طال عمرك الاهلي فاز على الاتحاد السعودي، فين بقى ال 10,000 ريال بتوع الراجل؟ قلنا حاجه نبقى قدها يا معلم. بس لحظه واحده يا معلم، ايه اللي بتعمله بتيشيرت الاهلي ده؟ تكسب الاهلي. سهل يا معلم، والله سهل قوي. اللي انت بتعمله ده سهل قوي، التنفيذ هو اللي صعب. تيشيرت الاهلي اللي انت اكلته للقط قبل الماتش ده، احنا شفناه عمل فيكوا ايه امبارح في الملعب. بس تقدر تقول لي القط او النمر ده راح فين لما شاف تيشيرت الاهلي في الملعب امبارح؟ انهض يا عميد. انت اتحاد فايده ما في نوم زياده، ما في مشكله. تعالي نوم. مش قد الكلام ما تتكلمش، زي ما قلنا لكم قبل الماتش، اللي بيعمل ما بيقولش واللي بيقول ما بيعملش. شفت يا صاحبي، النمر قلب قطه في ثواني، اصلها فصيله واحده، انما النسر هو واحد بس وهو الاهلي. انا بابا يالا. تعال بقى نشوف الاهلاوي المحترم اللي مداينك، نشوف قال ايه بعد الماتش. كان ردوا عليك يا معلم. تعال نشوف بقى طويل العمر اللي مديون قال ايه هو كمان بعد الماتش، بعد ما خد ال3. ما تسمعونا حسكم. قال لا انت بتهتف معانا ما تسمعونا حسكم؟ انت قلبت اهلاوي ولا ايه يا طويل العمر؟ بص، تعمل اهلاوي تاكل طعميه، الكلام ده ما ياكلش معانا. انت عليك دين ولازم ترده يا معلم، احنا بنفكرك بس. تعالوا بقى نروح للرهان التاني اللي رصدناه. احلك شنبي المزعليه لاهل المصري، شنبي خلاص. مش تسمع كلام الراجل اللي قدامك يا اخي، انت متهور ليه بس؟ ما الراجل بيقول لك خلاص، بتزودها ليه؟ لازم تقول انا احلق شنبي لو الاهلي فاز على الاتحاد. طب اهو الاهلي فاز على الاتحاد وبال3 يا معلم، مش انت اتفرجت برضو على الماتش؟ في الرايح دورة المياه. ايه رايح تحلق ولا ايه؟ ايوه كده يا معلم، الراجل بيتربط من لسانه ومش من حته تانية. انزل انزل
الشنب. اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت. بتهرب يا كبسه. بقول لك ايه، ادينا بنفكرك تاني بالشنب، والا بعد كده مش هينادوا لك الا بيابو شنب. نقول حاجه نبقى قدها، مش وقت التحفيل نهيس ونزيد ونقول اي كلام، ووقت التنفيذ نعمل من الدمام. اتفق معاك تماما. نروح بقى للرهان الثالث معانا النهارده، وهو الاعلامي السعودي عدنان جاستني اللي قال لك لو فاز الاهلي على الاتحاد انا اعتزل الاعلام. اقف هنا، يعني انت قلت لو فاز الاهلي على الاتحاد هتعلن اعتزالك للمهنه الرياضيه او مهنه الاعلام. حلو قوي يا معلم، واحنا مستنيين بقى نسمع منك الخبر ده يا طال عمره. ومش احنا هنا بس، لا اسمع الرساله دي من وائل الاباني اللي رد عليك الرد المناسب. لا مع احترامي الكلام يعني معلش، ان اعلامي يقول لك اصل لو النادي الاهلي كسب هعتزل الاعلام، طب اعتزل. والله انا مستنيه والله. اعتزل بقى ورينا. والله مستنيه. معلش انت بتتكلم على مين؟ على فكره ده اعلامي كبير يعني، استاذ عدنان جستني ده اسم كبير جدا في الاعلام. معلش اسم كبير، ما انت بتتكلم على اسم كبير. يعني ايه مثلا النادي الاهلي لو كسب هعتزل الاعلام، طب اعتزل. لو ما اعتزلتش احنا لينا حق عليه بصراحه. خليك قد كلمتك واعتزل. استاذ عدنان جستني ايا كان مين هو. ايوه يا معلم، لازم تعرف انت بتتكلم على مين وبتتحدى مين. النادي الاهلي كبير القوم. انا الزعيم. واسمع الكلام ده، وان كان موجه لناس تانية بس لازم تسمعه وتتعلم منه، عشان لازم تعرف انك مش بتتكلم على اي حد. مع احترامي الكامل لكل واحد في المنظومه الرياضيه، لو انت ده اسلوبك مع الجميع مع النادي الاهلي لازم تفتح جزمتك في بنطلونك قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي. النادي الاهلي ده تبقى عارف كويس قوي ان انت ما بتتكلمش على شخص، انت بتتكلم على كيان، بتتكلم على تاريخ. نروح بقى لجماهير الاتحاد قبل الماتش، وكانوا بيقولوا ايه وبيطلبوا ايه من الاهلي المصري. انا عندي نصيحه لكم من الحين يا جماهير الاهلي المحترمين، من الان لا حد يتكلم، سهله خلونا نحلها، لا حد يتكلم ويهايد، لانكم راح تلقمون تاريخيه، لانكم راح تنسون كيف تلعبوا كوره. مين بقى اللي نسي الكوره يا حبيب قلبي؟ يبقى خد بالك بعد كده وانت بتتكلم، واعرف انت بتتكلم على مين، عشان ما يبقاش شكلك كوميدي بالشكل ده. انا ابغاه، تعال انا ابغاه، انا المصري انا ابغاه باذن الله، باذن الله هنا خليه عبره كل الناس. اللي بعد تعال تعال يا هلاوي، تعال جمع الهوال قدام كهرباء، نبقى كهرباء. وديني هدف اول للاهلي المصري، واحد. هدف ثاني للاهلي المصري، اثنين. هدف ثالث للاهلي المصري، ثلاثة. ده يا جماعه كان رد لعيبه النادي الاهلي لما جمهور الاتحاد طالبهم وقال لهم تعالوا. واللي طلب كهربا كمان بالتحديد، احب اقول لك ان كهربا شارك في جميع اهداف النادي الاهلي امبارح في الاتحاد. يعني احنا جينا اهو، بس ينفع نيجي وما نلاقيكوش يا معلم. المهم يا جماعه، ده كان طلب جماهير نادي الاتحاد للاعيبه الاهلي، والطلب اتنفذ. يبقى بقى السؤال بتاع جماهير الاتحاد اللي سالوه اول ما عرفوا ان الاهلي هيواجههم في كاس العالم للانديه، والسؤال هو ده كان بكل بساطه السؤال السهل بتاعهم. تعالوا نشوف بقى اجابه جماهير النادي الاهلي. عرفت يا حبيبي الطعميه راحت فين؟ ما تسالش بقى على الطعميه تاني، عشان المره الجايه هنعملها لكم في ارض الملعب. ولا المره الجايه ليه؟ خش يا كريم يا فؤاد. حلوه الطعميه يا حبيبي. انا اسف هي حلوه. طب مش كمل اول بدل الفرهده دي كلها. بس طبعا مش كل جماهير الاتحاد كانت بتعمل كده، لا كان في جماهير من جماهير الاتحاد عارفه الخطر اللي مقبل عليه فريقهم، زي الشاب المحترم ده. باذن الله هذه المباراه سهله على طول. كيف سهله؟ ما يحتاج كم؟ 4-5 ما يحتاج. لا اله الا الله. وبعدها تروح لمين؟ روح الاهلي المصري. ليش تضحك؟ خوف والله. تخاف من الاهلي المصري؟ المصريين يعني. انت خايف من جمهورهم ولا من الفريق؟ جمهورهم وفريقهم وكل حاجه. بس اللي لفت نظري في الموضوع ده يا رجاله، هو ان ازاي شاب صغير زي ده يبقى عارف فريقه داخل على ايه وحجم الخطر اللي هيشوفه، واعلامي كبير بحجم الاعلامي السعودي وليد الفراج ما يعرفش الا بعد الماتش. يعني مثلا قبل الماتش كان بيقول كده. بالنسبه للمشاهد الاولاني اللي كان جمهور النادي الاهلي المصري اللي كان يتكلم على مباراه الاتحاد لازم يركز في اوكلاند، اتفق معاك. الاتحاد لا ايوه يركز على اوكلاند، بس حكايه انه تصير زي حكايه لا 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 لا, لا. خد بالك الاتحاد كعبه عالي على الاهلي المصري بالتاريخ. انا مش اقول لك بديك رايي، انا بوريك التاريخ، نرجع نشوف التاريخ يا تاريخ. فين التاريخ؟ شوف تتفرج على نتائج الاهلي مع الاتحاد السعودي. اي اخ ماما اتوب. لا يوم 15 ديسمبر اذا عدى الاتحاد احط لك عنوان، عارف ايش هو؟ كفايه حرام كفايه، بس بالسعودي عاد ما راح تكون بالمصري. ده كان كلامه قبل الماتش، كفايه حرام والكلام الكوميدي ده. تعالوا بقى نسمعه بعد الماتش قال ايه. ماذا اقول لتخفيف ما حدث؟ يا اخي المصريين شوي عصبيين يا اخي، الواحد ما يهزرش معاكم. انا كنت بمزح بس.
يا دمه خفيف قوي. يعني بعدين يا اخي نمزح معاكم ثلاثه؟ يا ساتر يا ساتر، الاهلي ده حكايه. طب ممكن نلعب مع بعض من غير الاهلي؟ يعني في فكره من غير الاهلي ممكن يعني يكون في حل ان احنا نلعب مع فرق اخرى؟ لازم الاهلي؟ مشكله القميص الاحمر ده اليوم النسر كده حلق في سماء جده وفين يوجعك. يخرب عقلك ده انت مسخره. طب مش كمل الاول يا كابتن وليد؟ مش كنت تتعظ من ماتش الهلال اللي قلت فيه نفس الكلام بتاع الوقت ده برضو، وان لعيبه الهلال بقى معرفش ايه وماريجا وباريجا والشغل ده، وبعد الماتش قلت ان الاهلي اللي ايده متجبسه وغايب عنه 6 لعيبه من القوام الاساسي بتاعه عملوا اللي ما يتعملش مع الهلال اللي بكامل نجومه وبكامل استعداداته للبطوله. انت اي نعم جيت اليومين اللي فاتوا بقى قبل ماتش الاتحاد وسحبت كل الكلام ده، قلت ان الاهلي فاز عشان طرد من الهلال السعودي 2 لعيبه، بس احنا عارفين انت قلت الكلام ده ليه؟ عشان المره اللي فاتت كان الهلال معاه لعيبه اجانب جامدين، بس اكيد مش بقوه الاسامي اللي موجوده في اتحاد جده الموسم ده، بنزيما وكانتي وفابينيو وغيرهم، لعيبه يابا جايه من ليفربول وتشيلسي وريال مدريد. انا عارف ان الموضوع ده جمد قلبك قوي، بس ده درس ليك يا غالي ولاي حد هيقابل الاهلي، لا تخافوا ولكن احذروا، وخصوصا والاهلي مش في حالته، لان التاريخ بيقول لما النادي الاهلي ما يكونش في حالته، يكون في ازمه سواء فنيه او لسه خسران بطوله مثلا، وقت خروجه من الازمه دي بقى بيشيل اللي قدامه، والمره دي جت فيكوا انتوا، وطبعا شفتوا ايه اللي حصل. عرفتوا اللي حصل ولا ما عرفتوش؟ بس كده، دي كانت كل حاجه معانا النهارده، يا رب تكونوا استمتعتوا معانا. كان معاكم محمد كمال وانا مصطفى طلعت، سلام عليكم.